طب لو ما عدلناش الدستور بنسبة 100% ما توافقوش عليه. محمد عطيان. محمد فين؟ محمد طيب. محمد أمير. محمد عطيان فين؟ لا يعني واحنا نقعد السلام عليكم. طب انا مش هعلق على اللي سيادتك قلته ان هنعمل دستور جديد وده مطلب ولادنا، بس انا عايز افهمهم حاجه. عايز اقول لهم ان الدستور ما فيش حاجه اسمها دستور جديد. الدستور بيتنقل نقل مسطره من دستور 23 لغايه النهارده 80% منه بيتنقل نقل مسطره وما تقدرش تغير فيه سطر. كل اللي بيحصل 20% بيتغيروا حسب الحاله الاقتصاديه للبلد او الحاله الامنيه او يعني حسب العصر والزمان. دي حاجة. الحاجة التانية، انت قلت دستور الثورة، انا معاك وبشكرك، بس هضيف لك كلمة. هيبقى دستور مصر ثورة 25 يناير. دستور الثورة اللي قلت لحضرتك عليه وإن شاء الله هيطلق عليه هذا الاسم، ده فيه 21 مادة تعديل وفيه 8 إضافة وفيه 1 إلغاء. أنا طبعا عشان ما أضيعش وقت ولادي، وأنا بيشرفني إن واحد من ولادي يطلع يقول رأيه في مصير الدولة، لأن احنا عايزين دستور يستمر 100 سنة، مش كل 5 شهور نعمل دستور. أنا أقول بس مادة إضافة مادة تعديل و4 إضافة عشان أدي فرصة لأولادي. بالنسبة لتعديل المادة 15، تلتزم الدولة بتكريم شهداء ومصاب الثورات والمحاربين القدماء وشهداء ومصاب الواجب الوطني من رجال الشرطة والقوات المسلحة، ومنحهم أوسمة الاستحقاق وأنواط الشرف من الدرجة الأولى، وتعويض أسرهم ماديا ومعنويا، وإعالتهم ورعايتهم. وتلتزم الدولة، مش هزعلك بقى، هي تلتزم، مش هقول تكفل تاني، وتلتزم الدولة بتوفير مساكن لهم ومعاشا مناسبا يضمن لهم حياة كريمة، ويكون لزوجاتهم وأولادهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون. مايك يحق للمجالس القومية لحقوق الإنسان أن تمارس نشاطها بما لا يتعارض مع المجتمع والدستور، ويحق لها إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لحرية وحقوق المواطن، ويحق لها التدخل في الدعوة والتضامن معه والطعن في الأحكام لصالحه. مادة إضافية تانية، دي إضافة للمادة 74 اللي هي الخاصة بالقضاء العسكري. يجوز محاكمة مدنيا أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة والداخلية، وجرائم الخيانة العظمى للوطن، والإضرار بالمال العام والدخل القومي، وجلب وترويج المواد الضارة. إضافة مادة تحرم قيادات الجماعات الإسلامية وقيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو لمكاتبه السياسية أو للجانه لمدة 10 سنوات قادمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا الدستور. ديت بقى مهمة عشان ولادنا المسيحيين اللي مش هقول تجاهلتموهم، أنتم تجاهلتم الثورة وأبو الثوار، وغاب عنكم أن أبو الثوار مجهز الدستور من 2 سنين فاتوا.
المادة بتقول ايه؟ وطبعا انا مش خبرة زيكم، اللجنة الموقرة فيها ناس خبرة اكتر مني، انا يا دوب بتهجى. بس ده اقتراح يمثل العمال والفلاحين في هذا المجلس، شباب خريجي كليات الهندسة عن العمال، وشباب خريجي كليات الزراعة عن الفلاحين. للكنيسة والأزهر وللمرأة يخصص لكل منهم عدد 50 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب، ويشترط في المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون حاصلا على شهادة التعليم الجامعي على الأقل. أكمل ولا كفاية سيادتك؟ على العموم اللي هتكلم فيه محدش هيكرره تاني. اتفضل. لا احنا ما بنكررش سيادتك. لا مش انت اللي هيكلم بعدك ما يكرروش. طب انا هدي فرصة لاولادي ولنا برضه لقاء يا اولادي. شكرا، السلام عليكم.